السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ناس كتير قوي بتحب الخشاف بس مش بتعرف تعمله. اوقات كتيرة كمان بناكل الخشاف وبنحس ان هو بيصدنا كده علشان مثلا ممكن يكون سكره زيادة، وبنبقى برضو يعني عايزين ناكل اكتر بس مش عارفين. انا هعملكوا في الوصفة دي الخشاف بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. مش هيصدك خالص، سكره هيبقى مظبوط. كمان ان شاء الله كل مكوناته هتبقى عندك. وهقولك كمان ازاي ان هو يقعد معاكي في التلاجة وما يبصش منك. تابعوا معايا الوصفة وقولوا بسم الله. اول حاجة معايا هنا المكونات بتاعته: بلح انا مش يعني غسلاه وشايلة منه النوى. معايا زبيب وجوز الهند، معايا هنا قراصية ومشمشية وتين. طبعا دي المكونات العادية بتاعة الخشاف يعني. اول حاجة هجيب بولة فاضية وهحط فيها البلح، وطبعا البلح ده مغسول وكل الحاجات اللي معايا دي مغسولة. بعد كده بقى هجيب البلانشة بتاعة التقطيع عشان ابدأ اقطع الحاجات التانية، يعني تكون قطع صغيرة كده. الى حد ما هحاول انها تكون مقاساتها واحدة. التين طبعا اول حاجة انا بدأت بيها. بقطعه كده قطع صغيرة، ما بتفرقش التقطيع شكله مربعات مستطيل اي حاجة مش هتفرق. وبعد كده المشمش. بعد كده القراصية بقى بتبقى جواها بذرة. بتشيل البذرة كده، بصي هي سهلة جدا، مفيهاش اي افتكاسة. تقسميها اتنين بقى، عايزة تقسميها تلاتة زي ما تحبي. المهم يعني ان تكون التقطيعة الى حد ما في احجام متساوية. بعد كده بقى بحط الحاجات اللي انا قطعتها دي على البلح. بس كده وبقلبها يعني. عايزة بقى تزودي حاجة تقللي من حاجة دي براحتك انتي، في حاجة من دول مش متوفرة عندك عادي اعملي بالباقي الموجود. بعد كده بحط عليه ميه من الحنفية، على فكرة دي خطوة مهمة جدا، ما بحطش عليه ميه سخنة. يعني انا مش عايزاه يتهري مني قوي، لا انا عايزاه يستوي براحته وينزل السكر بتاعه. جوز الهند والزبيب مش هحطهم دلوقتي، يعني مش مستحب ان احنا نخلي الزبيب مع البلح. يعني ما ينفعش ان هم يتخمروا مع بعض. بعد كده بقى بغطيه بكيس بلاستيك، بالبلاستيك راب، بأي حاجة، وبحطه في التلاجة. يعني حطيه مثلا 6 ساعات مثلا. على فكرة ممكن تعمليه الصبح أول ما تصحي من النوم، وبعد كده تحطيه في التلاجة وتاكلي منه بعد الفطار عادي، بيبقى تحفة جدا. أنا مش هحط سكر خالص لأن المكونات دي كلها مسكرة، يعني كل الفاكهة دي مسكرة. فهي أنا هسيبها تنزل السكر بتاعها، وبعد كده هتاكلي احلى خشاف، مش هتقدري فعلا توقفي منه. ده بعد ما سبته يعني حوالي 6 ساعات او 8 ساعات في التلاجة. بعد كده بقى بجيب البولات بتاعتي وابدأ ان انا افضي فيها بالمعلقة كده، بحط المكونات، يعني البلح بقى والقراصية وكده يعني. زودي بقى الحاجة اللي انت بتحبيها في طبقك، ما انت اللي عاملاه يعني تاكلي براحتك. بس وببدأ بقى برضه ان انا كده املى البولة التانية. وبعدين بحط بقى المية بتاعتها دي. برضو على حسب ما انتي حابة تزودي تقللي براحتك. يعني انا هنا طبعا كنت مالية الاطباق قوي، فهي ممكن تقللي اكتر من كده بكتير يعني عادي. المية بتاعتها دي على فكرة بقى بصوا يعني واخدة كده العصارة بتاعت الفاكهة كلها. سكرها خفيف جدا ومظبوط. طعمها تحفة. اهم حاجة تغطيها وهي في التلاجة عشان ما تلقطش روايح من التلاجة فتحمض منك بسرعة. هتفضل معاكي اطول مدة ممكنة. بصوا بقى انا في ساعة التقديم بحط عليها الزبيب وجوز الهند. طبعا اللي حابب الحاجات دي، اللي مش حابب ان هو يضيف مفيش مشكلة، ممكن تضيفي مكسرات سوداني، لوز، اي حاجة بقى عندك عايزة تحطيها حطيها. بس طبعا ده بيبقى ساعة التقديم، ممكن تعملي برضو زي ما انا عملت كده. تحطي جوز الهند والزبيب مع بعض في الصينية، اللي حابب يزود حاجة او اللي ما بيحبش خالص فدي يعني بتبقى حرية شخصية. في اللي بيحب يضيف عليها ميه سخنه، انا عملتها بالميه الفاتره من الحنفيه ومضفتش عليها سكر خالص. جربوا الطريقه ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم.